أثناء عملي تقارير في قرى الدائرة الخاصة بحضرتك، لقيت الناس مجتمعين على شيء مشترك في مصطلح كده كانوا أطلقوه على حضرتك مسافة السكة، فده يدل على مجهود عظيم. إزاي وصلت للناس إحساس إن المشكلة لو وصلت للنائب نافع أصبحت محلولة؟ لقاء المستشار أحمد جمال التهامي كان بيوجه دعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعمل اجتماعات شبه دورية علشان خاطر إن وجهة رأي حضرته إن الأحزاب دورها مهم جدا في بناء الوطن. بمعنى الأحزاب هي اللي شايفة اللي بيحصل في الشارع وبتوصله بناء على الاجتماعات للحكومة، وهي اللي بتوصل للشعب كل اللي الحكومه بتعمله على ارض الواقع. فانتم المسموح لهم بممارسه الانضمام للاحزاب. واذا ضاقت بك الايام صبرا ستولد بعد صبرك الف بشرى، وتنهل من سرور العمر حتى كانك لم تذق بالامس مره. ايها الساده المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم في لقاء اليوم مع رجل اكتسح الساحه السياسيه والخدميه في الاونه الاخيره. رجل جلس وفكر واشتغل على نفسه ليخرج من دائرة الإحباط ليفتح بابا من الأمل لكل من فقد الأمل. فإذا اجتمع العقل مع الرؤية والتخطيط والحس بالمسؤولية ونظافة الكف والإخلاص في العمل ينهض الوطن، ولكن لم ينهض إلا برجاله الأوفياء. ومن هؤلاء الرجال ضيفنا اليوم دينامو الأعمال الخدمية نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة النائب نافع الطراس. اهلا بيك يا فندم. بمناسبه ان احنا على مشارف عام جديد وهو عام الانتخابات البرلمانيه، فاحب ابدا مع حضرتك بسؤال عن الاحزاب. ما هو دور الاحزاب؟ دور الاحزاب السياسيه في مصر كلها هو وصلة الهمز بين المواطن والمسؤول، ودورها هو من اهم الادوار السياسيه، هو دور خدمي بحت، ان انا بقدر اكون لرفعه الوطن ولرفعه المواطن. من هم المسموح لهم بممارسه الانضمام للاحزاب؟ كل الشباب وكل مواطن مصري مسموح له ان يمارس الحياه السياسيه، عدا الجهات اللي هي رقابيه، القضاء والداخليه والقوات المسلحه. من هم الممنوعين من الانضمام لائتلاف الاحزاب؟ كل مواطن مصري يمارس سياسه وبيختار اللي بيرشحه واللي بيتكلم عنه واللي بيكون صوته دستوريا متشابه. اثناء متابعتي لحضرتك لاحظت ان حضرتك او الحزب بصفه عامه ما بيضمش الاعضاء الجدد الا النوابغ او الناس اللي ليهم نجاحات سابقه. الحزب دوره هو اختيار المجتهد واختيار المحب الوطن وبيساعد في بناء وطن وبيساعد في خدمة المواطن. الحزب دوره ان نختار المحبوب اللي له شغل على ارض الواقع، اللي مجتهد في حياته، اللي دايما مقدم عليه خدمة الوطن وخدمة الوطن. أحب أسأل حضرتك إيه المشاريع الخدمية اللي حضرتك نفذتها على أرض الواقع في قرى الدائرة الخاصة بحضرتك؟ احنا اشتغلنا كلنا بدور من السيد المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي رئيس الحزب، وبصفتي نائب رئيس الحزب اشتغلنا في ضوء اللي اتعلمناه من سيادته وفي توجيهات الحزب وفي توجيهات القيادة السياسية الحكومة على كل الخدمات اللي تكون سبب في بناء الوطن. صرف صحي، مراكز شغل، تطوير مدارس، تطوير مستشفيات، خدمات خاصة، خدمات عامة، أي حاجة كان فيها دخول في تركيب الATM للتسيير، خدمات الشهر العقاري، أي حاجة كان فيها مساعدة أو خدمة للوطن ولرفعة الوطن ولخدمة المواطن كنا شغالين في أرض الواقع بكل السبل، بالتنسيق في ظل قيادة سياسية حكيمة وبالتنسيق مع المسؤولين. ايه هو شعور حضرتك بعد ما بتقدم خدمة للمواطن او لقرى من قرى الدائرة؟ شعور كل واحد بيحب بلده ويحب الوطن ويحب المواطن هو شعور واحد. لما الحاجة بتخلص أنا بحس إن أنا حققت نجاح.
إن ساعدت المسؤول وساعدت بلدي وساعدت الشباب وكنت قدوة، أو يعني بفضل الله نكون سبب أو قدوة لحاجة صالحة الناس تقلدنا فيها أو الشباب يقلدونا فيها، أو نعلم الشباب بعض الحاجات تكون صالحة للمجتمع. اللي حضرتك عايزه بعد ما بتأدي خدمة، يعني حضرتك بتأدي خدمات اللي حضرتك ذكرتها. بعد خدمة ما بتنتهي بدايتها ايه اللي حضرتك عايزه بقى؟ سواء الطلب اللي انت بتزكيه من الحزب السياسي للمسؤول، الخدمة لما بتبدأ بيها وتعرضها على المسؤول، المسؤول له دور، وانت كشاب او كسياسي او انت مسؤول عن بلدك. كل شاب على ارض البلد دي او كل مصري مسؤول انه يسلط الضوء للمسؤول على الحاجات اللي ناقصه بلده. المسؤول عليه مسؤوليه كبيره، فانت بتحاول توجهه على الحاجات اللي محتاجاها الناس والحاجات اللي محتاجاها بلدك، بتساعد معاه في البناء. تمام. بتبقى اسعد انسان لما تمشي بالخطوات التشريعيه اللي موجوده واللي الدستور بينص عليه. ببدا اوجه، انا محتاج صرف صحي، انا محتاج لقريتي، محتاج تطوير مركز شباب، أبقى الشباب تنشغل بالرياضه، تنشغل ببناء بلدها، يكون جسم رياضي، يكون جسم صحي، بتحتاج خدمه الصرف الصحي، بتحتاج كل الخدمات، بتطوير المدارس. بسلط الضوء مع المسؤول على الحاجات اللي ناقصه. ببقى اسعد انسان لما الحاجه تنتهي ليا وللمسؤول وللمواطن وللوطن. تبقى انا عن نفسي ببقى اسعد انسان، وبقى اسعد انسان اكتر واكتر لما الاقي حد من الشباب قلدك في حاجه، بقى مبسوط باللي انت بتعمله. دي تبقى اسعد لحظه عندك. اثناء عملي تقارير في قرى الدائره الخاصه بحضرتك، لقيت الناس مجتمعين على شيء مشترك في مصطلح كده كانوا اطلقوه على حضرتك مسافه السكه، فده يدل على مجهود عظيم. ازاي وصلت للناس احساس ان المشكله لو وصلت للنائب نافع اصبحت محلول؟ اولا اي نائب رئيس حزب او اي رئيس حزب او اي نائب او اي مسؤول او اي مصري، هو دوره هو نفس الدور. لو انت اجتهدت واشتغلت على الموضوع باخلاص لله وبفضل الله توفقت فيه، الناس بتبقى عايزه تشجعك وتحفزك وتقتدي بيك. فده الطبيعي ان هيدوك الاسماء اللي تساعدك وتخليك تشتغل على نفس الموضوع على نفس النمط عشان تقدر تخدم اكتر وتدي طاقه اكتر. وكل انسان بيشجع، كل انسان بيقتدي بالصح، هو ما يقلش دور عنك وعن المسؤول وعن كل واحد في البلد. كل واحد مصري بيشجع حتى لو بكلمه. انا النهارده لقيت القياده السياسيه نجحت في حاجه، ممكن تعليق صغير، ممكن كلمه تشجع وتحفز، ده من ضمن المساعدات ومن ضمن ولائك للبلد. معنى كده ان حضرتك بتنفذ بنود المبادره الاصلاحيه اللي هي حياه كريمه طبعا هي السيد الرئيس؟ طبعا كلنا. بس النهارده حياه كريمه مش هتشتغل لوحدها. حياه كريمه محتاجاني ومحتاجاك. حياه كريمه بتقول لك فين اللي انت عايز تعمله في بلدك. في حاجات هي شايفاها، وبالطبيعي في اي حد بيبني مكان بيبقى محتاج اللي يسلط الضوء على حاجات ناقصه. ده الطبيعي. ده دورك بقى. دورك كسياسي، دورك كعضو في حزب، دورك كعضو، اي دورك كمصري، دورك كشاب، انت بتسلط الضوء على الاماكن اللي ناقصه.